لما نيجي نتكلم عن اداره الغضب، هو معنى كده يا محمد ان احنا مش هنغضب؟ لا بالعكس، هنغضب. احنا كلنا لازم نغضب. ايه يا عم، ما انت جاي تقول لنا ما هنتعلم اداره الغضب؟ احنا هنغضب الغضب الايه؟ الواعي. ومش ده الغضب اللي نهانا عنه سيدنا النبي، لان سيدنا النبي قال، احد الصحابه بيقول له اوصينا يا رسول الله، قال له ايه؟ لا تغضب. كررها كام مره؟ ما كانش ده الغضب اللي يقصده سيدنا النبي، انما احنا عاوزين نروح نغضب الغضب الواعي. انما الغضب اللي يقصده سيدنا النبي اللي هو ايه؟ ان انت رايح كده انت مش عارف انت بتعمل ايه، انت سخنت ورحت بس كده. هو ده الغضب اللي نهاك عنه سيدنا النبي، لان في اللحظه دي انت غير مدرك انت بتقول ايه، غير مدرك. انت هتقول كلام ما يصحش انه يتقال، انت هتعمل تصرفات ما يصحش انها تتعمل، لانك غير واعي. احنا في الذكاء العاطفي بنتعلم ازاي نروح للغضب الواعي. انت بتمثل انك غضبان بس انت مش غضبان. هنا الغضب باي اوبجكتيف، انا غضبان عشان في الموقف ده محتاج ان نبرة صوتي تعلى فيه. خلص الموقف،